فيلمنا بيبدأ بشاب اسمه ويليام، هو بنشوفه وهو واقف على جسر ومقرر انه هينتحر، وده بسبب عدم نجاح شغله. هو بنعرف انه بيشتغل كاتب وكل الكتب اللي كتبها ولا كتاب فيهم اتباع، وبيكون مش معاه فلوس ومش عارف يعيش ازاي، وعلشان كده بيقرر انه ينتحر. وقبل ما بينط في المية بيجيله شخص وبيديله الكارت بتاعه، وبيقوله انه ممكن يساعده على الموت بالطريقة اللي تناسبه. هو بياخده ويليام منه وبعدها بينط في البحر، لكن لسوء حظه بتكون في مركب معدية في نفس اللحظة، هو بيقع ويليام فيها ومش بيحصل له حاجة. وبنعرف ان دي مش اول مرة يحاول الانتحار فيها، لا ده طلع بيحاول ينتحر دايما وبيفشل في كل مرة بيحاول يشنق نفسه الحبل بيتقطع وبيقع من على الكرسي، والمرة التانية بيفضل ياخد أدوية كتير لكنه بيرجع بس ومش بيحصل له حاجة. ومرة تالتة بيدخل دماغه جوه الفرن وبيفتح الغاز علشان يتخنق، هو بيفتكر ان مفيش غاز لانه معهوش فلوس يدفعه اصلا. ومرة كمان حاول يمشي في طريق عربيات ولكن اللي خبطته عربية اسعاف، ومرات كتير قوي غير دي. ولكن بعد اخر مرة دي قرر انه يلجأ للشخص اللي اداله الكارت بتاعه، هو بيكلمه وبيروح يقابله، وبيكون راجل كبير في السن لكنه محترف في القتل. هو بيقوله انه قتل ناس كتير جدا وده بطلبهم. هو بيحكي له ويليام ان دي مش اول مرة يحاول ينتحر فيها وانه فشل كتير، علشان كده لجأ له. فبيطلع له القاتل كتاب صغير فيه انواع موتات كتير علشان يختار منهم الموتة اللي تناسبه. هو بيختار ويليام انه يموت وهو بينقذ طفل عربية هتخبطه ويبقى ميت شجاع قدام الناس، لكن الموتة دي بتكون بفلوس كتير ومش بيكون ويليام معاه المبلغ ده. فبيعرض عليه القاتل انه يموت عن طريق ضرب النار، وبيقول له ان دي سهلة وهيموت بسرعة. وبيوافق ويليام وبيطلع القاتل عقد علشان ويليام يمضي عليه، وبيكتب فيه اسمه وعنوانه وسبب القتل كمان وكل الأماكن اللي بيبقى فيها وكل الأماكن اللي بيبقى موجود فيها. وبيقول له إنه قتله هيبقى في خلال أسبوع لكنه مش هيقول له إمتى، كنوع من أنواع المفاجآت يعني. وبيعرفه إنه لو ما ماتش خلال الأسبوع ده الفلوس اللي هيدفعها هترجع له تاني، وبيعرفه يحول الفلوس فين، واللي بتكون على حساب اسمه قتلة بريطانيون. ودول بيكونوا مجموعة كبيرة بيقتلوا الناس اللي بتكون عايزة تنتحر زي ويليام كده مقابل الفلوس طبعا. وبعدها بنشوف القاتل وهو رايح للمكان اللي شغال فيه علشان يسجل عقد ويليام، وبنكتشف ان القاتل ده مش محترف وان كل مرة بينفذ فيها مهمة بتحصل مصيبة على طول. يعني اخر مرة نسى البندقية بتاعته ومعرفش يلاقيها لغاية دلوقتي. ونروح لويليام اللي بيكون في البيت وبيحول الفلوس على الحساب اللي القاتل قاله عليه، ويفضل يكتب على الورق انه عايز يموت، وده علشان لما القاتل يقتله الشرطة ما تشكش في حد وتفكر انه هو اللي قتل نفسه. واثناء كتابته بتجيله فكرة كتاب جديد وهو انه يكتب شغلانة القاتل واللي بيعمله فيها. هو بيكتبه فعلا وبيبعته لاكتر من دار نشر، هو بيتفاجئ بعدها بمكالمة من دار نشر اللي بيحددوا ميعاد معاه لمقابلة علشان يتكلموا عن الكتاب. فبيفتكر ويليام انه المفروض هيموت الاسبوع ده، هو بيروح للقاتل وبيطلب منه انه يؤجل موته للاسبوع ده علشان المقابلة. هو بيوافق القاتل وهو بيعرفه انه هيأجله بس لكنه ما ينفعش انه يرجع في كلامه وما يخلوهوش يقتله. هو قبل ما بيمشي ويليام بيسأله القاتل عن المكان اللي هيقعد فيه. وتاني يوم بيروح ويليام يقابل مساعدة مدير دار النشر اللي بيكون اسمها إيلي، هو بتتكلم معاه عن الكتاب لغاية ما المدير بيجي. هو بيتعرف على ويليام، هو أثناء كلامهم بيقع القلم اللي مع إيلي وبيوطي ويليام علشان يجيبه لها، وفجأة بيسمع صوت ضرب نار. ولما بيطلع من تحت الترابيزة بيتصدم لما بيلاقي المدير اتقتل برصاصة، ولما بيبص بيلاقي القاتل هو اللي عمل كده لكنه كان يقصد يقتل ويليام. ولسه بيضرب القاتل الرصاصة التانية على ويليام بيعدي ويتر وبتيجي فيه، ومن حسن حظ ويليام بيفلت من الموت مرتين في نفس الدقيقة. وبنلاقي إيلي شدته علشان يستخبى تحت الترابيزة، وبتيجي الشرطة للمكان وبيهرب القاتل بعد ما فشل في قتل ويليام. وتاني يوم بنشوف إيلي وهي عند ويليام وبتتكلم معاه عن اللي حصل، هو بيعترف لها ويليام إن الراجل اللي قتل المدير ده كان يقصد يقتله هو لأنه كان دافع له فلوس علشان يقتله وماضي معاه عقد على ده كمان. فبتقترح عليه إيلي إنه يلغي العقد ده فورا، وبيقتنع ويليام فعلا بعد ما كان عايز يموت. وبيتصل بالقاتل لكن الصدمة الكبيرة لما بيسمع صوت التليفون جاي من الأوضة، ولما بيروح بيلاقيه في الأوضة فعلا ومستنيه علشان يقتله. هو بيحاول ويليام إنه يتكلم معاه ويفهمه إنه عايز يلغي العقد، لكن القاتل كأنه مش سامع أي حاجة هو بيضرب نار عليه. بس بيقدر ويليام إنه يقفل الباب بسرعة قبل ما تيجي فيه، هو بياخد إيلي وبيهربوا من البيت فورا. هو ينزل القاتل يجري وراهم، هو بيلاقي ويليام ظابط ومعاه موتوسيكل فبياخد الموتوسيكل وبيهرب بيه هو وإيلي. هو بيضرب القاتل عليهم نار علشان يوقفهم لكن الرصاصة بتيجي في الظابط المرة دي كمان. هو بنلاقي مجموعة من جماعة قتلة بريطانيون جايين ياخدوا القاتل علشان كل الجرائم اللي عملها دي. وفي الناحية التانية بتكون إيلي أخدت ويليام لبيتها في الريف علشان تبعده عن القاتل، وبيكونوا قاعدين مع بعض وبيحكي لها ويليام عن سبب وفاة باباه ومامته. هو بنعرف إنهم كانوا ماشيين عادي في الشارع وفجأة وقع عليهم بيانو وماتوا،
وبتحكي له إيلي برضو عن سبب وفاة مامتها واللي بتكون حادثة عربية، والاتنين بيكونوا مكتئبين جدا. وبتيجي فكرة لإيلي وإن هما الاتنين يقتلوا بعض علشان يموتوا ويخلصوا من اللي هما فيه ده، وبتجيب سكينتين وبتاخد واحدة وبتدي واحدة لويليام، وبتقوله إن هما الاتنين هيقتلوا بعض بيهم. وقبل ما تعمل كده بيبعد ويليام السكينة وبيعترف لها إنه بدأ يحبها وحب الحياة علشانها وإنه مش عايز يموت. ونرجع للقاتل اللي بيكون المجموعة ودوه لرئيسه في الشغل، واللي بيفضل يلومه على اللي عمله وكل الناس اللي قتلهم بالغلط، وبيرفضه من الشغل وبيديله ساعة كمكافأة نهاية الخدمة. وبيرفض القاتل إنه ياخدها وإنه يسيب الشغل أصلا غير لما يخلص آخر مهمة ليه وهي قتل ويليام، وبيمشي وبيسيبه. هو بيأمر الرئيس بتاعه واحد من رجالته اسمه إيفيان علشان يقتل القاتل. هو بنشوف القاتل بعدها بعد ما قدر يحدد مكان ويليام في الريف، وبيكون إيفيان مراقب كل ده. ولما بيوصل ويليام للبيت هو وإيلي بيتصدم لما بيلاقي القاتل هناك مستنيه. هو بيقول له ويليام إنه عايز يلغي العقد لأنه رجع في كلامه ومش عايز يموت، بس القاتل مش بيهتم باللي بيقوله وبيوجه المسدس ناحيته علشان يقتله. لكنه قبل ما يضربه بنلاقي طلقة اتضربت على القاتل وبيقع على الأرض فورا، وطبعا بيكون إيفيان هو اللي عمل كده. وبيقول لويليام إنه يقتل نفسه بالمسدس كأنه هو اللي قتل القاتل وبعدين قتل نفسه. وبيكون ويليام هيعمل كده فعلا لأنه بيكون خايف إن إيفيان يأذي إيلي. وفجأة بيفوق القاتل وبيفضل يضرب إيفيان بالسكينة لغاية ما بيموت. وبنعرف إن الطلقة اللي إيفيان ضربه بيها عملت له جرح بس لكن ما موتتهوش. هو بيوجه المسدس ناحية ويليام علشان يقتله، فبتاخد إيلي المسدس من ويليام وبتهدد القاتل بيه، وبتعرض عليه عرض وهو إنه يغير العقد بتاع ويليام ويكتب اسم إيفيان مكانه، بما إنه هو عايز ينفذ شغله ويقتل أي حد وخلاص، وإن هو كده كده قتل إيفيان فعلا وهياخد نفس الفلوس كمان. فبيعجب القاتل بالعرض ده وبيغير العقد، وبياخد إيفيان وبيرميه في المية وبيسلم عليهم وبيمشي. وبنشوفه بعد ما روح لبيته وبيجيله رئيسه هناك وبيسأله عن إيفيان، فبيقوله إن ويليام غير العقد بتاعه وحط اسم إيفيان وهو قتله. فبيتعصب الرئيس وبيطلع المسدس وبيهدده بيه. وبتيجي مرات القاتل في الوقت ده وبتسلم على رئيسه وبتعرفه انهم مسافرين لرحله بحريه وان جوزها ناوي يسيب الشغل خالص. واول ما الرئيس بيسمع الكلام ده بيسحب سلاحه وبيهدى لان ده اللي كان هو عايزه اصلا. هو بيسلم عليهم وبيمشي. وبنرجع لويليام وإيلي وبنعرف ان الكتاب بتاعه اتوافق عليه وهيتنشر اخيرا. وبيكون ماشي هو وإيلي وبيشوف طفل صغير بيلعب بالكوره، والكوره بتروح على طريق العربيات وبتكون في عربيه جايه بسرعه، فبيجري ويليام بسرعه علشان ينقذ الطفل وبتخبطه عربية وبيقع على الأرض. وكده بيبقى شجاع قدام الناس، بس المرة دي بتكون بجد لأن دي بتكون الموتة اللي كان مختارها في الأول مع القاتل واتحققت له دلوقتي، بس مش بنكون عارفين هو مات ولا اتصاب وبس. وبيخلص الفيلم هنا.